في فندق في فلوريدا بنشوف ولد صغير اسمه راب وهو بيجهز علشان يروح المدرسة، وهو مستني أتوبيس المدرسة يوصل بيقرر يستكشف الغابة اللي جنب البيت. وهو بيتمشى بيفتكر يوم جنازة مامته اللي ماتت من كام شهر، وبرغم الذكرى الحزينة دي راب بيفضل يتمشى بكل هدوء لحد ما بيوصل عند كوخ مهجور كده في وسط الغابة، فبيكون عنده فضول يستكشف أكتر، فبيقرب من الكوخ ده بس بيلاقي قدامه نمر ضخم قاعد جوه القفص. وبعد ما بيلاقي النمر شافه بيقرر يهرب وبيجري ناحية البيت، وهناك بياخد شنطته وبيجري على أتوبيس المدرسة. وهو في الأتوبيس بنلاحظ إن الولد بيتعرض لتنمر من الأولاد المتنمرين اللي معاه في المدرسة واللي بيفضلوا دايما يضايقوا فيه. ومرة واحدة سواق الأتوبيس بيركن عند مكان جديد وبيقف ياخد بنت اسمها كريستينا، والأولاد المتنمرين لما بيسمعوا اسمها بيقعدوا يضحكوا، فالبنت بتتعصب وبتقرر إنها تقعد بهدوء علشان الوضع ما يسوقش أكتر. وهم في الفصل المدرسة بتبدأ تشرح لهم الحصة، بس روب ما بيبقاش مهتم بالدرس وبيقعد يرسم النمر اللي شافه في الغابة وبيستخدم خياله علشان يخليه يتحرك. وفي نفس الوقت الولد بيفتكر أيام ما كانت مامته عايشة وكانت بتعلمه ينحت على الخشب بما إن دي كانت واحدة من مواهبها الأساسية. وفي اللحظة دي المدرسة بتنادي روب علشان بتاخد بالها إنه سرحان، وبتقول له إن مدير المدرسة عايز يقابله في مكتبه. والولد بيستغرب لما بيسمع ده وبيروح مكتب المدير، وهناك المدير بيكون عايز يطمن على حالة الولد. وهنا بنكتشف إنه بيعاني بسبب مرض جلدي بيخليه يتعور بكل سهولة، وأكتر منطقة بتتأثر دايما هي رجله. وبيشرح له إن في أهالي كتير سألوا على الولد وهم قلقانين للعدوى تنقل لأولادهم بسبب التلامس، وعلشان كده المدير بيطلب من روب إنه ما يوقفش العلاج الجديد، وبيقرر يكتب رسالة لأهل الطفل لأنه شايف إن الطفل محتاج يفضل في البيت لفترة طويلة. وبعد كلامهم مع بعض روب بيخرج من مكتب المدير وبيكون راجع للفصل بتاعه، بس وهو ماشي في الممر بيشوف المدرسة وهي بتلم حاجتها من على الأرض بعد ما اتكعبلت ووقعت، فبيجري عليها علشان يساعدها، وهي بتشكر الولد جدا وهي متحمسة إنه ساعدها. وبعد ما بيتعرفوا على بعض أستاذة ميلز بتسأله عن الرسمة اللي ماسكها في إيده، وروب مع إنه ولد خجول جدا بس بيديها الورقة اللي راسم عليها صورة النمر، وهي بتنبهر من موهبته في الرسم وبتكون عايزة تشجع الولد أكتر إنه يطور من مهاراته، فبتطلب منه إنه يروح لها يقابلها في المكتب بتاعها بعد ما يخلص الحصص بتاعته. وبالفعل هو بيوعدها إنه هيبقى يعمل كده. وبعد شوية روب بيقعد يستنى قدام المدرسة لحد ما الحصص تخلص، وفجأة بيشوف مجموعة كبيرة من الطلبة بيطاردوا كريستينا، وهي بعد ما بتتعصب من كمية التنمر بتقرر تعمل رد فعل وترد على الأولاد دول، وبتتخانق كمان مع واحدة منهم، بس البنت بتكون حجمها أكبر من كريستينا، فكريستينا مش بتقدر عليها والبنت بتزقها وبتوقعها على الأرض. وروب علشان يساعد البنت الجديدة بيتدخل وبيقول للأولاد المتنمرين إنهم يسيبوها في حالها، بس المشكلة إن ده بيخلي مجموعة الولاد المتنمرين كلهم يركزوا مع روب، واللي لما بيلاقيهم اتكتروا عليه بيجري بعيد علشان يتجنب الهجوم ده. وبعدها كريستينا بتركب الأتوبيس وهدومها متوسخة وشعرها منكوش، فالأولاد بيتنمروا عليها أكتر وبيضحكوا عليها. وبعدها البنت بتروح تقعد جنب روب وبتحكي له هي قد إيه بتكره المدينة دي والناس اللي فيها، وروب بيحاول يواسيها فبيحكي لها عن اللي حصل معاه وبيقول لها على المشكلة بتاعة رجله. ووقتها كريستينا بتبقى بتدور على طريقة تخلع بيها من الحصص، فبتتحايل عليه إنه ينقل لها العدوى، بس هو بيقول لها إن ده مش هيحصل لأن المرض ده مش معدي أساسا. فروب بيصعب على كريستينا وهي بتقول له إنها تبقى تاخد له الواجب على البيت علشان ما يفوتوش الدروس اللي بياخدوها. وبالليل روجر بيقعد يقرأ رسالة المدير اللي ابنه جابها له، وبيتغاظ جدا من تصرفات المدير، خصوصا إنه شرح له كتير جدا إن حالة روب مش معدية أبدا. بس رغم كده الراجل بيقرر إنه يخلي ابنه يفضل قاعد في البيت فترة، وبعد ما بيدي ابنه العلاج بيرجع يحضر العشاء. وبعد شوية روب بيعمل منحوتة خشب جديدة وبيفتكر النمر اللي شافه الصبح، وبيستخدم السكينة اللي معاه علشان يعمل بيها تمثال لكريستينا. وبعدها الولد بينام على السرير وبيحلم إنه بيشوف كريستينا بتجري في الغابة وهي راكبة فوق الحصان. وتاني يوم روب بيبقى بينظف الأوضة مع ويلي عاملة النظافة اللي شغالة في الفندق، وهي بتقرر تقعد ترتاح شوية وبتديله البان وبيقعدوا يتكلموا شوية. وبعد كام ساعة أتوبيس المدرسة بيوصل عند الفندق، والأولاد المتنمرين لما بيشوفوا روب وهو بيشتغل في المزرعة بيرموا عليه حاجات، وده بيخلي روب يحس بوجع جامد. ووقتها بيكون خلاص زهق من المعاملة دي وبيتخيل منظرهم وهم بيجروا لو طلب من النمر ده إنه يساعده يواجه الأولاد دول. وبعدها كريستينا بتنزل من الأتوبيس وبتدي الواجب اللي أخدوه في المدرسة لروب، وبتبقى عايزة تعزمه يقضي معاها وقت، بس روب بيقترح عليها إنه ياخدها تشوف النمر اللي لقاه في الغابة، وبيشرح لها إنهم هيحتاجوا يدخلوا الغابة. وكريستينا بتطلب منه يسلفها هدوم من عنده، وفعلا الاتنين بيجروا على أوضة روب. ولما كريستينا بتشوف المنحوتات اللي روب عاملها بتنبهر، وهي بتتفرج على الأشكال دي كلها كريستينا بتقول له إن مايكل أنجلو كان نحات هو كمان قبل ما يبقى رسام، وبتقول لروب إنه فعلا فنان حقيقي. وفي اللحظة دي كريستينا بتلاقي عروسة منحوت على شكلها وبتقول له إن المنحوتات دي كلها عجبتها، وروب لما بيسمع ده مش بيعرف يرد يقول لها إيه. وكريستينا علشان تستعجله بتقول له يجيب لها الهدوم بسرعة
بسرعة، وهو بعد ما بيديها لها بيخرج يستناها بره عقبال ما تغير هدومها. وبعد ما كل حاجة بتكون جاهزة الاتنين بيمشوا ناحية قفص النمر، والاتنين بينبهروا لما بيقربوا قوي من النمر ده لانهم اول مرة يشوفوا نمر حقيقي بالحجم ده ويقربوا منه قوي كده. وكريستينا بتسأله ليه الحيوان ده محبوس في القفص في وسط الغابة، لكن روب ما بيبقاش عارف السبب وبيفترض انه ممكن يكون نمر أليف تبع معسكر مثلا او تبع صاحب الفندق. ولما كريستينا بتسمع ده بتتعصب جدا وبتقول له انهم محتاجين يحرروا النمر ده لانه ما يستاهلش يعيش حياته في القفص كده، ومن حقه يعيش مع باقي الحيوانات في الغابة، وما ينفعش يفضل محبوس في مكانه علشان يسلي راجل غريب. ومع انه بيكون موافق على كلامها بس روب بيشرح لها ان ده مش هيحصل لان القفص عليه قفل قوي جدا وهما مش هيقدروا يكسروه. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت بيل كامب صاحب الفندق وهو بيقرب بعربيته، فبيقرروا يهربوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. واول ما بيوصلوا الفندق الاتنين بيقابلوا روجر واللي بيكون قلقان على ابنه وبيفضل واقف على الباب مستنيه. وكريستينا بعد ما بتعرفوا بنفسها بتروح عند كابينة التليفون العمومي علشان تتصل بأهلها علشان يجوا ياخدوها للبيت. وفي الوقت ده روجر بيتكلم مع الولد عن صاحبته الجديدة وبيفرح لما بيلاقي ان ابنه بقى عنده اصحاب يقضي معاهم وقت اخيرا. وبعد شوية روب وكريستينا بيروحوا يستنوا اهل البنت يجوا علشان ياخدوها. وبعد شوية مامة كريستينا بتوصل بعربيتها وبتزعق جامد لبنتها علشان اختفت الكام ساعة اللي فاتوا دول، وبعدين بتسألها هي ليه لابسة اللبس ده، ولكن البنت مش بتتأثر من اسلوب الست. والام علشان تخفف من حدة الموقف بتتكلم مع روب وبتقول ان بنتها مش بتسمع غير كلام باباها وبس، وكلامها ده بيخلي كريستينا تتعصب اكتر. فبتركب العربية وبتمشي مع امها وبيمشوا من المكان وهم بيتخانقوا. وبعدها روب بيقف في مكانه وهو مستغرب من اللي حصل وبيرجع البيت. وتاني يوم الصبح الولد بيكمل تنظيف مع ويلي وبيسألها عن رأيها عن الحيوانات اللي بتعيش في أقفاص مع البشر، والست بتحكي له عن قصة حصلت في فترة طفولتها وبتقول له ان باباها قبل كده اداها عصفورة لونها اخضر كهدية. وويلي بتقول انها كانت فرحانة جدا بالعصفورة دي ولكن ما قدرتش تستحمل انها تشوفها محبوسة بالطريقة دي وقررت بعدين انها تحررها. وبعد ما عملت كده باباها عاقبها وقال لها ان كل اللي عملته هو انها رجعت العصفورة للسلسلة الغذائية في الغابة وان اكيد في تعبان هياكلها. بس ويلي ما غيرتش رأيها عن العصفورة، وفي اليوم ده هي حلمت بالعصفورة دي. وبعد كام ساعة روب بيبقى بينظف قدام الفندق وبيشوف بيل كامب قدامه وبيبقى رايح يعمل مشاوير، بس لما بيشوف روب قدامه بيقرر يخليه يشتغل عنده وبيسأله لو حابب يشتغل عنده مقابل انه ياخد فلوس. وروب بيستغرب بس بعدها بيل بيشرح له انه من كام يوم مسك حيوان بري قيم جدا والمشكلة ان الحيوان ده محتاج رعاية يومية واهتمام بيه وهو في القفص بتاعه. فبيل كامب بيسأل روب اذا كان حابب يروح معاه عند الحيوان ده علشان يشوفه ويتعرف عليه. وروب لما بيسمع ده بيقول له انه ما ينفعش يمشي من هنا لان باباه طلب منه انه يساعد ويلي في التنظيف. فبيل كامب بيتضايق وبيقول له ان باباه ده ولا حاجة وبيقول لروب ينفذ اوامره. وعلشان كده الولد بيركب معاه عربيته وبيتحركوا ناحية الغابة. ولما بيوصلوا روب بيضطر يعمل نفسه متفاجئ لما بيشوف النمر وكأنه بيشوفه لأول مرة. وبيل بيقول له ان النمر ده جاله هدية من واحد صاحبه هو كان عايز منه فلوس كتيرة. وبعدها بيل بيقول لروب انه يحط الاكل للنمر كل يوم وبيتخض من النمر لما النمر بينط على السور مرة واحدة وده بيخلي بيل يقع على الارض من الخضة. ووقتها الولد بيحاول ما يخليهوش يشك فيه فبيكتم الضحك. وبعد ما بيل بيدي المفتاح للموظف الجديد بتاعه بيخوف النمر وبيخليه يروح لبعيد وبيقول لروب ان النمر ده مجرد حيوان ملوش اي لازمة. بس النمر مش بيستحمل الاسلوب ده فبيعمل بيبيه على بيل وبيل بيصرخ من كتر ما هو قرفان وبياخد الولد وبيمشي بيه. بس قبل ما يوصل للفندق بيل بيقرر يقف ويتكلم مع الولد بعيد عن البيت وبيطلب من روب انه يخلي الموضوع ده سر بينهم علشان ما يحصلش مشاكل ملهاش لازمة. وفوق كده كمان بيل بيشرح له انه محتاج يحط اللحمة بتاعة النمر في كيس بلاستيك وبيوعده انه كل يوم هيديله كيس فيه حتة لحمة علشان روب ياخدها ويوديها للنمر. وفي الوقت ده الاستاذة ميلز بتكون معدية جنب المكان بعربيتها وبتاخد بالها من تصرفات الراجل الغريبة دي وشكله المريب فبتزعق في الراجل وبتنادي عليهم وبتسأل ايه اللي بيحصل. ولكن روب بيقول لها ان كل حاجة كويسة وعلشان بيل ما يخليش الست تسأله أسئلة كتير بيقول لها تمشي. بس هي قبل ما تمشي بتقول لروب يبقى يزورها في الفصل لما يرجع. وبعد ما بيل بيهددها تاني وبيقول لها انه صاحب املاك هنا بتقرر انها تمشي. وبعد كده روب بيحاول يخبي الكيس اللي فيه اللحمة بتاعة النمر في مكان في البيت وده لانه مش عايز يخالف اوامر مديره الجديد. وبعد ما بيحل المشكلة دي الولد بيبص على المفاتيح اللي اخدها من الراجل وبيقعد يفكر يا ترى هو المفروض يفتح القفص للنمر ولا لا. وفي اللحظة دي اتوبيس المدرسة بيعدي عند الفندق تاني وبعد ما كريستينا بتقابل روب بتقول له انها عايزة تزور النمر مرة تانية وبعدها الاتنين بيجروا ناحية النمر. ولانه عارف انه مش هينفع يحتفظ بالسر الجديد ده ليه لوحده روب بيعترف بكل حاجة لكريستينا وبيقول لها ان بيل كامب طلب منه يحط اكل للنمر. وكريستينا لما بتسمع ده بتتحمس جدا لانهم دلوقتي هيقدروا يحرروا النمر بما انه جزء من مجموعة الحيوانات المهددة بالانقراض. لكن روب بيقول لها انهم ما ينفعش
بيعملوا كده، وبيحكي لها القصة اللي سمعها من ويلي عاملة النظافة، واللي قالت له ان النمر ممكن يموت لو عاش في الغابة لوحده. بس رغم كده كريستينا بترفض توافق على كلام راب، وبتقول له انها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تحرر النمر ده، حتى لو اضطرت انها تعمل ده لوحدها. وفي وسط خناقهم مع بعض كريستينا بتهز القفص وهي متعصبة وبتبدأ تعيط، فروب بيواسيها، وبعد كده كريستينا بتكون عايزة تخلي النمر يحس انه مرتاح، فبتشيل القماش من فوق القفص والاتنين بيناموا قدام القفص وبيتفرجوا على النجوم. وبعد فترة الاتنين بيرجعوا الفندق وبيتفاجئوا هناك بويلي عاملة النظافة، وكريستينا بتتعامل معاها بأسلوب مش لطيف. بس رغم كده ويلي مش بتحس بإهانة وبتخلي البنت تهدى، وبتقول لها ان هي كمان لما كانت صغيرة كانت طفلة متمردة، خصوصا لما كانت في سنهم. وغير كده كمان ويلي بتشرح لهم ان كريستينا محتاجة تتعلم ازاي تتصرف بأسلوب احسن من كده، بما ان مفيش اي حد هيحللها مشاكل حياتها. والتصرف ده بيخلي كريستينا مش عارفة ترد. وبعدها ويلي بتاخد عربيتها وبتمشي بيها، والاطفال بيفضلوا يتفرجوا عليها. وبعد كده روب بيوصل البيت بعد ما بيودع صاحبه، وبيلاقي باباه مستنيه في البيت وبيسأله هو جاب منين كيس اللحمة البايظ ده. ومع ان صاحب الفندق اتفق معاه ان يخلي الموضوع ده سر بينهم، ولكن روب بيقرر انه ما يكذبش، وبيقول له ان بيل كامب هو اللي اداله الحاجات دي. والمشكلة الوحيدة بس هي ان القصة دي بتخليه يتغاظ اكتر، لانه مقتنع ان اللحمة دي عبارة عن هزار او استهزاء بيه، وده لانهم مش قادرين يوفروا احتياجاتهم بنفسهم. وعلشان كده روجر بيتعصب، وبعد ما بيرمي الكيس البلاستيك في الحيطة بيقعد على الارض وبيحاول يهدى. وهنا روب بيقلق على باباه وبيروح يتكلم معاه، لكن روجر بيطلب انه يقعد لوحده، وروب بيقرر يخرج وبيقعد ينحت على الخشب. وتاني يوم الصبح الولد بيطلع يشوف المنحوتة الجديدة بتاعته، وبيقف بيها بره وبيستخدم خياله علشان يخلي الخشبة دي تتحرك. وبعد كده روب بيدي ويلي العصفورة الخشب دي، وهي بتفرح بيها جدا لانها بتعتبرها هدية مميزة وليها معنى كبير عندها. وبعد كده كريستينا بتوصل بأتوبيس المدرسة، ولما بتقابل روب بتشرح له ان مامتها اتخانقت معاها ومنعتها من انها تيجي تزوره. بس البنت قررت انها ما تسمعش كلام امها، وبتطلب من روب انه يقول لها على مكان ويلي، لان جه وقت انها تاخد رأي حد تاني بخصوص موضوع النمر ده. ولما بيقابلوا ويلي الاطفال بيحكوا لها كل اللي بيحصل، بس هي مش بتصدق كلامهم، فبيقرروا ياخدوها لمكان القفص ويوروها النمر بنفسهم. واول ما بتشوف النمر اللي محبوس في وسط الغابة ويلي بتتعصب جدا، وبتوافقهم في موضوع ان تصرفات بيل كامب دي غريبة جدا. وكريستينا وهي متعصبة بتقول لويلي تديلهم رأيها عن الموضوع ده، وبتقول لروب انهم لازم يحرروا النمر ده فورا. بس ويلي بتقول لهم انها مش هتعمل كده، لانها اي نعم عارفة ان بيل كامب ده مش راجل كويس، بس هي عارفة برضو ان النمر مش هيعيش في الغابة. وكريستينا بعد ما بتسمع ده بتتعصب جدا وبتختلف معاها، وبتقول لها ان النمر هيقدر يعيش حياته عادي جدا زي باقي النمور اللي عايشين في المنطقة. بس رغم كل ده ويلي بتقول لهم انهم ما ينفعش يتدخلوا في الحاجات دي، لان في النهاية القرار الصح مش دايما بيكون أأمن قرار ياخدوه. وكريستينا بتتعصب وبتقول انها مش هتقدر تستنى لحد ما باباها يجي، وده لانها عارفة انه مش هيتفق معاها برضه، بس هو هيساعدها تحرر الحيوان في الاخر. بس روب بيقطعها وبيقول لها ان ده ممكن ما يكونش صح، وان يمكن الراجل كمان يكون بيكذب. وقتها كريستينا بتتعصب جدا وبتنهي صداقتها بروب، وهي بتقول له انها بتكرهه ومش هتكلمه تاني ابدا. وبعد كده كريستينا بتاخد بعضها وبتمشي، وويلي بتبقى عايزه تواسي الولد، فبتقول له يروح معاها علشان يرجعوا للفندق سوا. وبعد شويه روب بيشوف كريستينا وهي ماشيه وبيقرر يجري وراها، ولما بيروح لها بيقول لها انه قرر يحمي النمر، ولكن كريستينا مش بتصدقه، فبيأكد لها انه بيقول الحقيقه وبيوريها المفتاح، وبيقول لها انه هيعمل كده علشان صحوبيتهم. وفي نفس اللحظه دي بيل كامب بيظهر بعربيته، وبعد ما بيعرف نفسه لكريستينا بيطلب من روب انه يروح ياخد الكيس من المكتب، وانه هيسيبه له في الفندق كمان شويه. وروب بيحاول يتعامل عادي جدا علشان ما يخليهوش يشك في اي حاجه، وبيوافق على طول على كلام الراجل، واللي بيقول له انه محتاج يمشي علشان يخلص شويه حاجات وراه مع ابو الولد. ولما الاطفال بيعرفوا ان صاحب الفندق هيغيب لمده طويله بيقرروا يحرروا النمر دلوقتي، فبيجروا على القفص ومش بيضيعوا وقت، وروب بيفتح القفل على طول بالمفتاح. ومع انه عارف ان النمر بقاله يومين ما اكلش، ولكن بيقرروا يفتحوا له باب القفص. واول ما النمر بيلاحظ ان الباب اتفتح بيقوم يقف، وروب علشان يقول له انه لازم يمشي بيزعق فيه وبيقول له انه لازم يبقى حر. وفي اللحظه دي كريستينا بتحاول تخليه يهدى وبتقول له ان النمر فهم الرساله خلاص. وفعلا النمر بيخرج من القفص، والاطفال لما بيلاقوه وقف جنبهم بيطبطبوا عليه. وبعدها النمر المفترس بيخرج من القفص، وقبل ما يبدا حياته الجديده بيطلع صوت زئير كل اللي في المنطقه بيسمعوه. والاطفال بيتحمسوا جدا وبيتفرجوا على النمر وهو بيجري ناحيه اعماق الغابه، وبيحتفلوا لما بيلاقوا نفسهم اخذوا القرار الصح. بس مره واحده كريستينا بتسمع صوت طلقه نار وبتقع على الارض من الخوف ومش بتبقى عارفه تتنفس. والاطفال بيكونوا مستغربين من الصوت اللي سمعوه ده ومش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط، فبياخدوا بعض وبيجروا بسرعه من هناك. وهم ماشيين بيلاقوا النمر نايم على الارض، وروب بيكتشف ان اللي قتل النمر ده يبقى باباه، واللي ضرب الطلقه دي علشان ينقذ حياه بيل كامب لان الوحش هجم عليه. وفي نفس
نفس الوقت ويلي بتيجي تقف جنبهم، وبنشوف روب وهو قاعد على ركبه جنب النمر وبيسأل باباه هو ليه عمل كده، بس بيطلع ان قتل النمر ده كان مجرد حادثة، وان روجر كان بيدافع عن نفسه قصاد بيل كامب واللي حاول يموته بمسدسه بعد الخناقة اللي حصلت بينهم. ورغم انه عارف انه ما كانش عايز يعمل كده، ولكن روجر بيفضل ساكت، ورد فعله ده بيخلي روب يتعصب اكتر، فبيقوم يجري على باباه وبيقعد يضرب فيه وبيقول له انه بيكرهه وانه ما بقاش عايز يعيش معاه مرة تانية. وبعدها روب بيقول لباباه ينطق اسم مامته بصوت عالي بما انه ما عملش كده من وقت ما ماتت. ولما بيستوعب انه كان بيتعامل مع ابنه بطريقة غلط طول الفترة اللي فاتت، روجر بيقول اسم كارولين وبينزل يقعد على ركبه وبيحضن ابنه. وفي نفس الوقت ويلي بتحضن كريستينا علشان تواسيها من بعد اللي حصل، وعلشان ما تحصلش مشاكل تانية بعدين روجر بيساعد بيل كامب يقوم يقف. وبما ان مفيش اي حاجة يقدر يعملها خصوصا ان النمر مات خلاص، بيل كامب بيمشي من المكان، وويلي علشان تواسي الاطفال بتقول لهم ان النمر في الجنة دلوقتي. وهنا ويلي بتلاحظ ان رجلين روب خفت وبتفرح جدا علشانه. وبعدها روجر وويلي بيمشوا، وبعد ما الاطفال بيودعوا النمر الغلبان، كريستينا بتعتذر للولد وبتقول له انه احسن صاحب هي قابلته في حياتها. وبعدها الاتنين بيمشوا في الغابة وبيلاقوا قدامهم الرسمة اللي روب رسمها للنمر من كام يوم، وكريستينا بتنبهر لما بتشوف الرسمة وبتقول له انها تحفة فنية، وروب بيقول لها انها تقدر تحتفظ بيها وهي بتشكره. وبعدها الاتنين بيمشوا وهم عارفين انه رغم اللي حصل اليوم ده كان انجاز كبير جدا ومثال للحرية بالنسبة لكل واحد فيهم. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.